ازاي يعني الدكتور يمنع مامتي من الاكله دي وانا ما اعملهاش في البيت بالطريقه الدلع واخليها كمان تحبها؟ اول حاجه جبت البسارية عشان كان نفسها فيها، سبتها 5 ساعات تصفي يا بنات، وبعد كده نشفتها بالمنديل زي ما شفتوا، وحطيت معلقتين ملح ومعلقه شطه، وقلت اول حاجه هخللها البسارية بس لازم تغسليها كويس وكمان تصفيها كويس. انا سبتها 5 ساعات، وهرش الملح كده والشطه عليها يا بنات، وتكوني منضفه او معقمه البرطمان اللي هتحطي فيه البسارية وغسلاه وسايباه هو كمان كام ساعة كده يصفي وينزل المية اللي فيه خالص. تمام، نزلت كل الملح ونزلت كمان الشطة، وجبت البطرمان لو تفتكروا ده كان بتاع ورق العنب، حطيت فيه البسارية زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. هخللها وبيبقى طعمها تحفة 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 تحفة. وكمان انت عايزة تزودي ملح وشطة دي بتاعتك انت، بس انا مش هعملها ملح اوفر. وحطيت عليها من فوق الفنجال بتاع الزيت دون، ورحت مكيساها كده يا بنات بالاسترتش من فوق عشان اكتمها، وحطيت الغطا وقلت لها مع السلامة. تعالوا بقى ندخل على الفسيخ. وطبعا الطريقة بتاعت البسارية سهلة جدا، هندخل بقى على الفسيخ. هما 3 كيلو فسيخ، نزلت جبت السمك البوري وحطيت 10 معالق ملح ومعلقه شطه، وكمان هحط حبه كركم. تمام، اهو اهو يا بنات، وهقلبهم كده في بعض وما تكتريش الكركم علشان ما يمررش السمك يعني. جبت السمك وكمان كنت غسلاه برضو ومصفياه، سبته برضو 5 ساعات يا بنات، ورحت جايبه المناديل وقعدت انشف في نغشيشه. كده صح، نغشيشه اللي هي دماغه يعني. بتفضلي تنشفيها كويس قوي يا بنات بالمناديل بتاعه المطبخ. تمام، وبعد ما بتنشفيها بتعملي له مساج كده، تفضلي تعملي له مساج كده اهو. بصوا برقصها او ترقصيها، وهنا لقيت بقها بصراحه شكله حلو فقلت اما اديها بوسه وعادي يعني. وبعد كده بتجيبي الملح دون وتملي نغشيشه، وتمليها هي كمان شخصيا، يعني بتملي النغشيش وتمليها هي كمان شخصيا. تتبيل الفسيخ سهل قوي يا بنات، او ان انت يعني تعملي الفسيخ ده سهل قوي في بيتك. وبعد كده بجيب الاسترتش وبلفه كويس، ما بخلوش اي نفس، وبالذات الراس اهتمي بالراس جدا زي ما انتوا شايفين. هعمل بقى الكميه كلها، هعمل ال3 كيلو بنفس الطريقه، بملى النغشيش وبتكوني منشفاها كويس قوي وبتمليها ملح، وبعد كده بتحطي ملح على السمكيه من بره، وبعد كده تلفيها بالاسترتش كويس قوي. وزي ما قلت لك اهم حاجه تهتمي بالراس في اللفه بتاعه الاسترتش. هعمل بقى الكميه كلها يا بنات معاكم اهو. وكمان عايزه اقول لكم حسب كميه الملح اللي انت تحطيها. لو عايزه الفسيخ دلع ما تحطيش طبعا الكميه اللي انا بحطها، يعني انا ولا عايزاه مالح ولا عايزاه دلع، عايزاه الحدق بتاعه كويس. خلاص بصوا كده لفتها اهو، وخلصت كل الكميه كلها. بصراحه هو ممتع، بس في نفس الوقت انا مش بحب ريحه الزفاره خالص، فهتلاقوني في اخر الفيديو يعني هنضف المطبخ جدا الحمد لله. بصوا بقى انا تعبت جدا، تعملوا لي لايكات عشان اللي مش هتعمل لي لايك مش هدوقها من الفسيخ ده اول ما يتفتح عليه انتوا اول ناس هتشوفوه لايف. بصوا بقى عملت الكميه كلها، وبعد كده جبت 5 شنط جوه بعض، دول 5 شنط جوه بعض، وحطيت كل الفسيخ فيها وطلعت منها الهواء. تاني لازم تطلعي منها الهواء كويس قوي، عشان لو خد هواء يا بنات ممكن لا قدر الله يعمل دود. تمام، وبعد كده ما طلعت منها الهواء لفتها بالاسترتش كويس قوي، وهنا كان ضفر اتخلع عادي جدا. لفتها بالاسترتش كويس قوي، ومش هستكفى ده انا هخلص عليها بتاعه الاسترتش ومش هستكفى. وهنا بتاعه الاسترتش كانت بتضايقني يعني فرحت قايله لا والله لا خلصك. خلصت بتاعه الاسترتش ورحت داخله عليه باللزق، وقلت بقى لا، ما انا مش هصرف واكلف، وكمان انت ما تطلعش طعمك حلو، ده انا متحديه ماما 15 يوم وهاكلها فسيخ ايه، ولا النجار في نفسي ولا النجار ولا الحوت ولا القرش ولا اي الكلام ده. انا هبقى فسيخ ام دعاء الفتره الجايه او فسيخ ام توتي. تمام، هفضل بقى الف فيه. وبصوا كده لفيته وقلت له مع السلامه يا غالي، ورحت حاطاه في العلبه وشلته فوق التلاجة. وهنا كنت بعطر المطبخ. وبعد بقى ما عطرته ونضفته يا بنات عملت كوبايه شاي وجبت البسكوت بتاعي. وتصبحوا على الف خير، ما تنسوش اللايك. ها، باي باي.